Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Ammar Wafi bin Muhammad Jasni min Al-Faslu Pendidikan Islam A PISMP 2023-2028. في هذا اليوم نشرح عن كيفية الصلاة المذهب الإمام الشافعي. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم سنتعلم معا عن الكيفية الصلاة على الإمام الشافعي الخطوة بخطوة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هيا نتعلم عن كيفية الصلاة على المذهب الإمام الشافعي. قبل أن نبدأ نتعلم عن كيفية الصلاة، نتأكد عن الطهارة بالوضوء، ثم نلبس الملابس الطهارة. أخيرا نستقبل القبلة خالصة لله تعالى. الآن نحن ننوي اللفظ النية بفمي، وتوجد الخمسة اللفظ النية لخمسة الوقت: الصلاة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. في الصبح، في وقت الصبح أصلي فرض الصبح ركعتين أداء لله تعالى. في وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء أصلي فرض الظهر أو عصر أو عشاء 4 ركعات لله تعالى. وأخيرا الوقت المغرب أصلي فرض المغرب 3 ركعات أداء لله تعالى، مثل الوقت العصري أصلي فرض العصر 4 ركعات أداء لله تعالى، مثل ثم نرفع أيدينا لمحاذاة الأذنين ونقول لفظ الله أكبر. لفظ الله أكبر بصوت الجهر لأسمع بنفسي، مثل الله أكبر. بهذا الوقت التكبيرة الإحرام ننوي النية في قلوبنا، نصلي فرض العصر 4 ركعات أداء لله تعالى، مثل الله أكبر. فهمتم؟ طيب. بعد التكبيرة الإحرام نضيع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت الصدر، ثم نقرأ دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح وسنة هيئة، مثل الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن صلاتي
نقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بصوت الجهر، أسمع بنفسي بأذن نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأخيرا السورة في القرآن الكريم مثل سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد الانتهاء من قراءة دعاء الافتتاح وسورة الفاتحة وسورة في القرآن الكريم، نرفع أيدينا بمهادة الأذنين مرة أخرى ونقول الله أكبر، ثم نرفع خاشعين لله تعالى، فنحفني ظهورنا حتى تكون مستقيمة، ونضع الكفين على ركبتين ونبسط الأصابع، ويكون الرئيس مع الزهد في مستوى واحد لا يرفع ولا يخفض، ويكون نظر إلى موضوع السجود. ثم في ركوع يقرأ سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، ويحسن أن يكون الركوع مطمئنا أي نبقي فيه بغداة الذكر لعلم عاجلة المثل الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. في مذهب الشافعي الواجب في الرفع من الركوع وقول الإمام والمفرد اللفظ سمع الله لمن حمده، ثم وأما المأموم فيقول السنة ربنا ولك الحمد، وأما الزيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهي سنة المؤكدة عند الشافعية لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنثى على رجل قالها بعد الركوع. أن رفع بن رافع رضي الله عنه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كتبها الله له في السماء. رواية البخاري. المثل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب، بعد الاعتدال والسجود نفعل 2 مرات يجب فيه السكون والطمأنينة، ويكون على 7 أعضاء: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. في سجود نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. المثل سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده
طيب. بعد السجادة الأولى يجلس المصلي جلسة الافتراش ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وينصب اليمين موجها أصابعها نحو القبلة ويقول سنة مؤكدة للأمة يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني ويجب عليه الطمأنينة في هذا الجلوس المثل الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. واسجد السجدة الثانية كما سجدت السجدة الأولى التي سبق بينها. طيب. ثم الركعة الثانية. في هذا الركعة الثانية تكرر نفس خطوات الركعة الأولى ولكن لا حاجة إلى قراءة دعاء الافتتاح ولكن هناك كيفيتين إضافتين. نعم. كيفية الإضافة الأولى دعاء قنوت. يوجد دعاء قنوت في صلاة الصبح وفي الركعة الثانية بعد الاعتدال وقبل السجود الأولى. ثم دعاء قنوت هو سنة أبعد وإذا نوسي سجود السهوي. في دعاء قنوت والقراءة المثل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فهمتم؟ كيفية الإضافة الثاني وتشهد أول. تشهد أول وسنة أبعد عند الشافعية يقرأ بعد الركعتين وقبل القيام إلى الركعة الثالثة والجلوس فيه افتراش. في التشهد الأول نقرأ التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. طيب فهمتم؟ في ركعة الآخر توجد التشهد الآخر. التشهد الآخر هو ركن قولي يجب قراءته بطمأنينة وترتيب والجلوس في جلوس التورك المثل الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يسلم السالم في اليمين وفي اليسار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص. الحمد لله رب العالمين الذي وقفنا لتعلم كيفية الصلاة كما جاء بها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الصلاة هي عماد الدين، وهي الصلاة بين العبد وربه. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هادمها. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وخلص من القول يحفظوا الصلاة خمسة في كل يوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا على الصلاة.